لو انت فاكر ان الطريقة الوحيدة انك تحسن نفسك في الملعب هي انك تجري كتير، فكر تاني. وده ببساطة لان الجري الكتير طريقة تقليدية جدا ومش هتجيب لك النتيجة اللي انت عايزها. انا اسمي حسام هاني، وفي فيديو النهاردة هقولك ازاي تحسن نفسك في الملعب وازاي تتمرن زي لعيبة الدوري الانجليزي مش زي الدوري المصري. عارف ايه الفرق بين اللعيب ده واللعيب ده؟ لعيبة بره بيركزوا على تمارين تانية خالص. يعني مثلا انت عارف لو انت اتنفست من مناخيرك ومش من بقك ده بيدخلك اكسجين زيادة 20%، وانك لو اتمرنت تمارين هيت في ربع ساعة بس كأنك جريت نص ساعة. طب ايه تمارين الهيت دي؟ وايه التمارين النفس اللي ممكن اعملها؟ خليني ما اطولش عليك واقولك احسن 5 تمارين ممكن تعملهم في البيت عشان ما تتعبش تاني في الملعب. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد، ويلا بينا. اول حاجة عايزك تعرفها هو يعني ايه تمارين هيت. وده ببساطة إنك تتمرن مثلا 30 ثانية وتريح 10، أو 20 ثانية وتريح 10، وكل التمارين اللي أقولك عليها هتعملها هيت، وهتتنفس من مناخيرك بس وأنت بتعملها عشان تعود الرئة عندك إنها تقدر تسحب كمية أكسجين أكتر، وبالتالي مش هتتعب وأنت في الملعب تاني. أول تمرين وهو نط الحبل. هتعمل 30 ثانية نط حبل وبعد كده 10 ثواني راحة، 5 مجاميع. خد بالك وانت بتنط انك ما تنزلش على رجلك كلها، لا انزل على مشط رجلك علشان تحمي ركبتك. وتاني حاجة ما تتنيش رجلك وانت بتنط، لا خليك دايما فاردها زي كده في الفيديو. تاني تمرين وهو البيربس. لو عايز تعرف اهمية التمرين ده انا عملت فيديو مفصل بيتكلم عليه لوحده، هتلاقي الفيديو طالع لك في الشاشة فوق، ممكن تدوس عليه وتروح تشوفه. هتعمل التمرين ده 30 ثانية شغل وهنريح 10 ثواني، 5 مجاميع. وخد بالك انك تفضل شادد نفسك وانت بتتمرن، ما تسيبش وسطك ينزل لتحت عشان تشغل عضلات بطنك كويس. وما تنساش انك تتنفس من مناخيرك وانت بتتمرن. تالت تمرين وهو الوول رانينج. التمرين ده من اصعب التمارين لانه مش بس بيزود عندك النفس، لا ده كمان بيزود عندك سرعة الجري. عشان تعمل التمرين ده صح خلي جسمك مايل بزاوية 45 درجة، واسند بايدك على الحيطة واجري اسرع حاجة عندك. المهم ان ركبتك تعدي وسطك. تعمل التمرين ده 15 ثانية شغل وهتريح 10 ثواني، 3 مجاميع. واهم حاجة ان مشط رجلك هو اللي ينزل على الارض مش رجلك كلها. اخر تمرينين معانا هما الديد ليفت والدمبل جامب. تمرين الديد ليفت ممكن تعمله ببار فاضي او بوزن، واختار وزن على قدك عشان ما تتصابش. ممكن تعمله برضو بدمبل او ريزيستنس باند. اتاكد دايما ان ظهرك 45 درجه، ودايما خليك باصص لفوق عشان تحمي ظهرك كويس. شد عضلات رجلك وبطنك دايما وانت بتعمل التمرين ده، وما تنساش تتنفس من مناخيرك طول الوقت اثناء التمرين. هتعمل التمرين ده مجموعتين ب5 عدات، اتقل وزن تقدر تشيله. اخر حاجه هو الدمبل جامب. هتجيب كرسي او اي حاجه ناشفه تقعد عليها وهتمسك وزن في ايدك. هنبدا التمرين وانت قاعد ورافع رجلك من على الارض، وبعدين هتقوم مره واحده من على الكرسي وتنط لفوق اعلى حاجه عندك، وترجع تاني لاول وضع عشان تكمل العده التانيه. هتعمل التمرين ده مجموعتين ب5 عدات، بس ما تقلش في الوزن قوي زي الديد ليفت عشان تحمي ركبتك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو انت حابب تطور نفسك كرة القدم في البيت ومن غير كوتش وتتمرن زي الاجانب، انزل اعمل سبسكرايب وانا اقول لك على احسن التمارين اللي الناس بتعملها بره عشان تحسن مستواك. سلام عليكم.